انتهى اليوم العالمي في الكرة المصرية، ورسميا يا ابو الصحاب الزمالك بيتوج ببطولة الدوري المصري لعام 2025 2026 بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف مقابل لا شيء. من اهلاوي ما كانش يحب ان الزمالك يفوز بالدوري المصري لان هو ده العدو اللدود ليه، بس لا، انا فرحان بصراحة يا جدعان، فرحان ان اللي يستحق هو اللي فاز. الاهلي ما كانش يستحق بيراميدز رغم ان هو كان بينافس وكان بيحاول وكان قريب جدا، بس ما كانش يستحق. الزمالك هو اللي يستحق، ورغم كل ده الزمالك بيوصل لنهائي الكونفدراليه وبيتغلب بصعوبه جدا جدا، والدنيا كانت ملخبطه معاهم، وبيفوز كمان بالدوري المصري والدنيا بايظه خالص. يعني انت متخيل؟ على عكس ده بقى بتبص للاهلي تبص لبيراميدز الامور ماشيه حلوه وصفقات وتدعيمات والامور زي العسل خالص. بس ان جيت للحق اللي يستحق ان هو يتوج ببطوله الدوري المصري هو نادي الزمالك. فالف الف الف مليون مبروك للزملكاويه والجمهور الزمالك، تستحقوا بصراحه ان انتوا تتوجوا ببطوله الدوري المصري وتفرحوا. من حقكم يا جدعان، من حقكم تفرحوا. لو جينا نبص على الجانب الثاني هتلاقي بيراميدز بيفوز 2-1 على سموحه، والاهلي بيفوز 2-0 على المصري. بس الفوز ملهوش اي طعم طبعا بالنسبه للاهلي، لان كده كده خلاص الاهلي في المركز الثالث مش هيشارك في دوري ابطال افريقيا. يعني موسم كارثي 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 على النادي الاهلي، بس لازم كان يحصل كده عشان نفوق ونركز في اللي جاي. في المركز الثاني بيراميدز فوزه يعني كان ليه اهميه شويه عشان هيشارك في دوري ابطال افريقيا. وفي المركز الاول بطل الدوري المصري لعام 2025 2026 نادي الزمالك. فالف الف الف مليون مبروك لكل الزملكاويه، وهارد لك طبعا لكل جمهور الاهلي وجمهور بيراميدز، وان شاء الله اللي جاي بيكون افضل للاهلي.